دلوقتي تعالوا مع بعضينا هنتعرف ازاي نركب الملفات، ولكن قبل ما نروح للملفات ونروح للتحميل اللي احنا حملناه لازم نعرف شيء وهو مهم جدا بالرغم ان هو بسيط. مرحبا بكم في قناة نميري للتطوير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من عالم التطوير والتقنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في مقطع جديد. في المقطع ده انا هشرح لكم ازاي تضيف الدخان، وازاي ان انت كمان بتظبط اعدادات اللعبة وتعلي الجرافيك اللي فيها، وتمنع مثلا اذا كان في ظل مضايقك او مطر او ليلي، تشغل الساعة ليل والنهار والطقس وكده. هنعرفكم ازاي تستخدم الاعدادات الخاصة بالطقس، وكمان مترجمة بالعربي. يعني هنجيب لكم الطقس ونستعرض لكم الطقس لكن بالعربي والانجليزي. يا ريت تتابعوا معنا، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من لعبة محاكي الحافلات الأندلسية. يلا بينا. من هنا بنظبط الإعدادات، ندخل على الترس ده، نظبط على إعدادات الجرافيك. هنا إذا كنت عايز القيادة تكون عبارة عن دركسون قدامك، أو تكون الجهاز ميل الشمال واليمين وأنت تسوق. طبعا في بعض الأمور هنا كده. هنا الجرافيك، وهنا جينا لأكتر نقطة إحنا بنحتاجها. هنا لو أنت حابب تكون الجو النهار، تمام. هنا الليل، هنا النهار، هنا الليل، تمام. هنا الليل والنهار، يبقى شغال الليل والنهار، ولكن هتبتدي من الليل او تبتدي من النهار. قصدي تبتدي من النهار من هنا او تبتدي من الليل. خليه هنا النهار. هنا المطر والرعد والطقس، تمام. هنا بالنسبة لي السيارة اوتوماتيك او الغيارات يدوية، او عبارة عن خريطة بنخليها آلي. هنا كثافة المرور هنا بتكون آلي، تمام. وهنا بتكون متوسط. هنا بتكون عالي قوي ان يكون في زحمة في الطريق. ونيجي هنا بقى دور المرايات. ادي المراية بتكون المراية اليمين والشمال هنا اهو، بنحدد عليهم عشان تتفاعل معانا وعشان تكون موجودة معنا. عشان نكون اكتر تفصيل واكتر توضيح بالنسبة للاعدادات، زي ما انتم شايفين كده، اللي هو جينا في الاخر اللي هو اسمها اخرى. هنا النهار وهنا الليل زي ما انتم شايفين اهو قدامكم. والدورة النهار والليل، تشغيل يعني النهار والليل، او ايقاف بتخليها ليل او نهار. هنا نظام المطر، تمام. وهنا وضع نقل الحركة اللي هي الغيارات، يعني بتحتيها الاولاني تحتيها الثاني، بتكون هنا تلقائي اوتوماتيك، او بتكون يدوي، او بتكون يدوي اتش اللي هو بتكون زي خريطة. وهنا كثافة المرور تلقائي زي ما قلنا، منخفض، متوسط، مرتفع. اظن كده وضحت لكم الامور بالترجمة. كمان بيكون في ظل السيارة زي ما انتم شايفين كده، بس المرة دي هندخل فين؟ هندخل هنا كده. الخانة دي الموجودة لظل السيارة زي ما انتم شايفين كده اهو. كده انا خليتها فايق، في ظل للسيارة، ليها درجات كمان. يعني انت مش، هي بتبقى متوسط، فايق، متوسط، بتبقى منخفض، ايقاف. عملتها ايقاف عشان خاطر لو انا شغلت الدخانة ما يكونش ليها ظل، الدخانة ما يكونش ليها ظل، مش عايز ليها ظل. دلوقتي تعالوا مع بعضينا هنتعرف ازاي نركب الملفات، ولكن قبل ما نروح للملفات ونروح للتحميل اللي احنا حملناه، لازم نعرف شيء وهو مهم جدا
بالرغم ان هو بسيط. الاصدار المتوافق، هل الملفات اللي انا هضيفها للعبه دي متوافقه ولا لا؟ هنعرف بعض الامور كده. هنروح مثلا للاو بي بي اللي هو مصدر الملف اللي هو بيحتوي على جميع الملفات. الاو بي بي زي ما انتم شايفين كده، الاصدار ده هو المتوافق. بعرف ازاي اعاده تسميه زي ما انتم شايفين كده. نجيب كده، يعني انا اهم حاجه عندك ان انت تعرف الاصدار من اول هنا كده. شوف الجزئيه دي كده، ده الاصدار اللي هو متوافق مع الملفات، اللي هو بمعنى اصدار اللعبه بتكون 3.6.1، يعني يحتوي هنا على 2635 او 1635 هيشتغل معاه. تمام، يبقى احنا كده عرفنا المتوافق. هنعمل الغاء كده، مش هنعمل اعاده تسميه، لان احنا مش جايين نعمل اعاده تسميه، احنا كنا عايزين نعرف الاصدار ده متوافق ولا لا. هنروح للتحميلات. زي ما انتم شايفين الملف هيكون بالاسم ده. انا نازل عندي في التحميلات اللي هو يعني الدخان الجديد اصدار 3.6.1. طيب كلمة السر، الملف محمي بكلمة السر، وانا بحمل ملفات بكلمة السر عشان مواقع التحميل اللي هو موقع الرفع اللي انا برفع فيه الملفات ما تدخلش تخرب الملف وينزل لكم زي ما هو. تمام، هاخد كلمة السر اهو زي ما انتم شايفين USTD قدامكم اهو. هعمل كده ضغط فك استخراج الملف هنا، استخراج الملف هنا، وهضغط كده واقول تم. هعمل بقى، شوف زي ما انتم شايفين كده، اهم حاجه تحافظ على انه ما يكونش فيه فراغ، يعني USTD، واعمل حسنا هيفك لي الملفات اهي موجوده. هتلاقي مجلد في داخل مجلد. المجلد يحتوي على كام؟ يحتوي على 5 مجلدات، ويحتوي على 4 ملفات. طيب الملفات دي عباره عن ايه؟ الملفات دي اللي هي بتساعد على انه يشتغل مبدئيا الدخان معاك. هحدد عليهم كلهم كده. اول خطوه احدد عليهم كلهم كده واعمل نسخ، واروح للاو بي بي ملف اللعبه زي ما انتم شايفين كده. ادخل على الاو بي بي الشغل الرئيسي ازس، ادخل هنا برضه على الداتا، هتلاقي كل الملفات موجوده في الداتا. تمام، اضع الملفات كده وتروح تفتح اللعبه، هتلاقي الدخان اشتغل بامر الله بدون اي مشاكل طالما الاصدار متوافق. هرجع للتحميلات واعرفكم بقيه الملفات. ندخل على المجلد كده. هنا في كل مجلد هتلاقي فيه ملف واحد. المجلد هنا فيه ملف واحد، كل المجلدات تقريبا كل المجلدات ال5 هتلاقي ملف واحد. طب الملف ده عباره عن ايه؟ هل انا انقله بالمجلد؟ لا، ما تنقلوش بالمجلد. الملف ده انت هتفتح اللعبه هتلاقي لون الدخان متغير، مثلا ظهر لك لون احمر، ظهر لك لون ابيض، فكل يعني خانه من هنا بيظهر لك لون يختلف. انا هاخد اللون مثلا الاسود، تمام، وهروح للاو بي بي عشان اظهر لون الدخان الاسود اللي هو الدخان اللي صادره من مكانه الجاز زي ما انت شايف كده. حملت كده تروح تفتح اللعبه هتلاقي الدخان الاسود، وممكن تلاقي الدخان الابيض اللي هو يعني بتدل على ان الموتور فيه عايز عمره او كده يعني. وبكده يكون احنا عرفنا الملفات هنا، واحنا عرفنا ايه اللي موجود هنا الالوان، وهنا الملفات اللي هي مبدئيا للتشغيل. ويا ريت نحافظ على الاصدار، واي مشكله في اللعبه اكتب لي في التعليق وانا على الفور هساعدك على انك تحل مشكلتك. ويا ريت برضو في ملحوظه بسيطه عايز اقول لكم، لو رحنا على الاو بي بي قبل ما تنقل فيه اي ملفات هتعمل له نسخ. تمام، هتعمل له نسخ وتحطه في حافظه تانية. اذا حصل تخريب ولا حصل اي مشكله غير محتسبه، انت بتعمل ايه بقى؟ بترجع تاني تعيد تاني الملف وتعيد بالطريقه السليمه لغايه ما يشتغل معاك. الطقس زي ما انتم شايفين كده، الجو مطر، وكمان ال 24 ساعه هنا اشتغلت الساعات. هنشوف المرايات اتفعلت اهي زي ما انتم شايفين، المرايات متفعله. طيب حبينا نوقف المطر، يعني انا المطر عامل لي ازعاج مثلا،
او حبينا زي ما انتم شايفين كده في ظل، الظل ده انا مش عايزه. تمام. من داخل اللعبة بتضغط هنا كده وتدخل هنا، بيديك يتيح لك بس ايه انك توقف المطر او تشيل الظل. لكن الاعدادات اللي احنا قلنا عليها من داخل الجراج من فوق من اما تقفل اللعبة. تمام. وبكده يكون استوفينا الشرح، ونقول لكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم على خير.